ملحقش يتهنى بابنه اللي لسه مولود. مايكل فريد اللي قدامكم في الصورة ده مايكل فريد من منطقة بولاق الدكرور. مايكل فريد ده من فترة كان في شاب بيقف تحت بيتهم اسمه أحمد جمال. أحمد جمال ده كان مدمن شابو أو أيس، وكان بيقف تحت البيت يشرب عندهم تحت البيت وكان بيبيع. مايكل فريد ما كانش عاجبه اللي بيحصل وقال له كذا مرة ما تقفش تحت البيت تاني وما تشربش تحت البيت تاني. ما عجبش أحمد جمال الكلام ده، قرر إن هو يخلص الموضوع بطريقته. أحمد جمال خد سيف من محل فراخ جنبهم وبدأ يلوش في الناس اللي ماشية في الشارع. خلى مايكل راجع من شغله كان مستنيه قدام البيت، ومايكل زي ما انتم شايفين على ايدكم الشمال راجع بيته وجايب اكل في ايده، كان طالع بيته لمراته وابنه اللي لسه ما فرحش بيه. يوم المجرم احمد جمال المدمن يبدا يتهجم بالسيف على مايكل فريد لغايه ما اودى بحياته. حق مايكل فريد لازم يرجع، مش حق مايكل بس، حق روماني صاحب الصيدليه اللي مرضيش يديله برشام قبل كده، دخل وضربه لغايه ما الاهالي دخلوا وحاولوا ينقذوه، ودلوقتي روماني في العنايه المركزه. وبيقول لك ان هو في نفس التوقيت فضل يلوش في الناس اللي ماشيه في الشارع لدرجه ان هو اصاب راجل ومراته. يا جماعه البلطجه زادت عن حدها، يا جماعه اللي بيحصل ده لازم تدخل. انا عارف ومتاكد ان رجاله الداخليه مش ممكن تسكت على اللي حصل ده، ومش ممكن تتهاون في حق مايكل وحق روماني وحق الناس اللي اتصابت في الشارع على ايد المدمن احمد جمال. البلطجه زادت عن حدها يا اخوانا، واللي بيحصل حوالينا مش كويس، واللي بيحصل حوالينا بيهددنا، لان المخدرات اللي انتشرت واللي ما نعرفش مصدرها جايه منين انتشرت بشكل كبير جدا بين الشباب، وربنا يسترها على اللي جاي وربنا يسترها علينا وعلى اولادنا. حق مايكل وحق روماني لازم يرجعوا.